السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنحل محافظة القليوبية. أول سؤال، اختر إذا كان المقدار س تربيع زائد ك س زائد 36 مربع كامل. عايز قيمة ك. طيب مربع كامل يعني معناها يا إما قوسين مضروبين في بعض زي بعض بالظبط، يا إما قوس الكل أس 2. أول رقم هو الجذر التربيعي للأول. الجذر التربيعي للأول س أس 2 يبقى جذره س. الجذر التربيعي للتاني للحد المطلق 36 يبقى جذره 6. طيب المفروض هنا بقى الحد الأوسط بيكون إيه؟ الأول في التاني في 2. طب الأول كان بكام؟ بواحد. في التاني بكام؟ ب6. يعني 1 في 6 ب6 في 2 يبقى بيساوي 12. والإشارة هنا يا إما موجب أو سالب. طيب هنا يبقى معناها الحد المطلق اللي هو كاف اللي هو عطولي ده، الحد الأوسط كاف 12. 12 هنا يبقى هي الإجابة رقم ج، يا إما يطلع بره بموجب أو بالسالب، لأن لو طلع بالموجب هيكون لما نيجي أقول مربعه موجب 6 في 6 يبقى موجب 36، لو سالب 6 في سالب 6 هي دي سالب 36. ونفس الحكاية لو الحد الأوسط هيبقى 2 الأول في التاني، يعني هيكون 2 في 6 ب 12 بالموجب، او 2 في سالب 6 يبقى سالب 12 بالسالب. يبقى الاجابه هيكون يا اما موجب او سالب 12. رقم 2، اذا كان ا جزئيه من ب، عايز لام ا اتحاد ب. طيب هنا هو ا جزئيه من ب يعني ا اللي جوه ب تبقى بالمنظر ده، يعني ا الصغيره ا اللي جوه وب اللي بره. لما يكون عايز الاتحاد يدي الكبيره، يعني هيدي لام ب. طب لو عايز التقاطع هيدي الصغيره هيبقى لام ا. لو عايز الاحتمال بتاع ا تقاطع ب يبقى ا. احتمال ا اتحاد ب يبقى الكبيره اللي هي ب، يبقى الاختيار هنا لام ب رقم ج. رقم 3، اذا كانت المجموعه سالب 3 و3 هي مجموعه اصفار الداله، وداله س بتساوي س اس 2 زائد ا، عايز قيمه ا. طيب احنا عارفين اصفار الداله يعني باخد قيمه الداله بساويها بالصفر. طب قيمه الداله هي ايه؟ س اس 2 زائد ا، يبقى س اس 2 زائد ا هخليها دي بتساوي صفر. يبقى احلها معادله، يبقى س اس 2 بتساوي صفر، وبعدين الموجب ا تروح الناحيه الثانيه هتبقى سالب ا، يعني س اس 2 بتساوي سالب ا. يعني المفروض س هتساوي الجذر التربيعي لسالب ا، واحنا عارفين الجذر التربيعي ما ينفعش يكون للسالب ابدا. طب هو عايز قيمه الالف دي بكام؟ عشان الالف دي تكون رقم موجب لازم يكون الرقم ده سالب، فانا هختار عندي هنا يا اما سالب 3 يا اما سالب 9. ما ينفعش اجيب سالب 3 لان ملوش جذر، لكن سالب 9 لو انا اخترتها هتبقى السالب اللي موجوده عندي في الالف لما تكون بسالب 9 هتدي موجب 9، وكده هيكون عندي الجذر التربيعي للتسعه هو موجب او سالب 3، وموجب او سالب 3 هم فعلا مجموعه اصفار الداله اللي هو عاطيها. يبقى هنا اجابه هتكون سالب 9. ليه سالب 9؟ عشان لما هاجي هضرب في السالب ديت هتبقى موجب 9، لان الجذر التربيعي لازم يكون لرقم موجب. رقم 4، اذا كان 5 اس س بتساوي 4، عايز 5 اس س ناقص 1. طيب هو دي المعطى اللي هو عاطيها 5 اس س بتساوي 4، هعمل ايه؟ اجي المطلوب كده واكتبه، هو عايز 5 اس س ناقص 1. طب احنا عارفين لما يكون الاساسات متحده هي نفس الاساس بطرح الاسس في القسمه. طب يعني معناها 5 اس س ناقص 1 دي معناها ايه؟ كانها 5 على 5، لان القسمه بطرح الاسس، يبقى الاس اللي فوق هو 5 اس س والاس اللي تحت 5 اس 1، والواحد مش بيتكتب. طب لما باجي اقسم بعمل ايه؟ الاساس هو الاساس ينزل يبقى 5، وبعدين لما اجي اطرح الاسس، لما اجي اقسم يبقى بطرح الاسس، يبقى س ناقص 1 يبقى 5 اس س ناقص 1. ودي فعلا كده اهوت 5 اس س ناقص 1. طيب 5 اس س بكام؟ هو عطاها لي ب4 جاهزه، يبقى 5 اس س ب4 على 5 تنزل زي ما هي. طيب 4 على 5 اجي في الاختيارات مش عاطيني 4 على 5، لو عملتها بالكالكوليتر تتحول لكسر عشري هتبقى 8/10، يبقى الاجابه رقم ب 8/10. رقم 5، إذا كان المستقيمان س زائد 3 ص بيساوي 4 وس زائد أ ص بيساوي 7، دول مستقيمان متوازيان، عايز قيمة أ. المستقيمان المتوازيان بيكون منظرهم بالشكل ده، يعني مش متقاطعين خالص. بتكون مجموعة الحل ما بين المستقيمين المتوازيين بتكون فاي، لأن مفيش أي نقطة مشتركة. طيب هنا لما بيكون عاطيني مستقيمان متوازيان فأنا باجي بالمعادلتين بكتبها بالطريقة دي، يبقى س زائد 3 ص بتساوي 4، وهنا س زائد أ ص بيساوي 7. المفروض إن أنا بحلهم عادي. طب هلاقي هنا موجب وهنا موجب في كله. طيب انا عايزه اتخلص من واحده فيهم، يا اما السين يا اما الصاد. الصاد هنا مش هينفع اتخلص منها لان هنا الصاد فيها مجهول، لكن السين هنا موجب وهنا موجب، فممكن اضرب الطرف الثاني هنا او اقول بالطرح. لما اجي اطرح يبقى هغير المعادله الثانيه دي، كل اشاره هتتغير، اللي كان موجب هيبقى سالب واللي كان سالب هيبقى موجب. هم هنا كلهم موجب فهيتغيروا كلهم. هحط كده الاشاره اللي في الدايره هي دي اللي هستخدمها، يعني دي س كانت موجبه بقت سالبه، وهنا بقت سالبه وهنا بقت سالبه. لما اجي بقى اطرح س موجب راحت مع سالب س بالسالب، هنا هتبقى موجب 3 ص وهنا سالب أ ص، ودي بتساوي هنا 4 ناقص 7 يعني هيدي سالب 3. المفروض لما يكون عندي مستقيمين متوازيين يعني المفروض هنا الناتج ده اللي هو ناتج الطرح والجمع بتاع السين مع الصاد بيدي صفر، والناحيه الثانيه بيدي رقم. لما بلاقي الناحيه دي صفر والناحيه دي رقم يبقى المستقيمان متوازيين، يعني معناها هنا ان 3 ص لما اقول ناقص أ ص دي المفروض الناتج بتاعها تحتيها بيدي صفر، يعني 3 ص ناقص أ ص بيساوي الصفر. طيب اعملها معادله، يبقى 3 ص بتساوي سالب أ ص هتروح الناحيه الثانيه هتبقى موجب أ ص،
الصاد هتروح مع الصاد، يبقى التلاتة بتساوي ألف، يعني معناها كده الألف بتساوي تلاتة. يبقى تاني لما يكون المستقيمان متوازيان بيكون الناتج هنا بتاع حل المعادلتين بيكون صفر في الناحيه دي، والناحيه الثانيه بيكون رقم. يكون هنا صفر وهنا رقم يبقى المستقيمان متوازيان. هو عطاهم لي اوريدي ان هما متوازيان، يبقى لازم اساوي الناحيه دي بالصفر. منها عملت معادله ان 3 صاد ناقص الف صاد بيساوي صفر، وحليتهم مع بعض طلع الناتج الف بتلاتة، يبقى الاجابه رقم الف. رقم 6 المقدار 3 أس س زائد 3 أس س زائد 3 أس س. دايما لما بلاقي بالمنظر ده فهلاقي 3 أس س ده عامل مشترك، يبقى هكتبها كده 3 أس س زائد 3 أس س زائد 3 أس س. في كل مقدار بعد الزائد بلاقي فيه 3 أس س، فهاخد 3 أس س عامل مشترك. هيفضل ايه من اول مقدار من اول حد؟ 1. 3 أس س على 3 أس س 1 زائد 3 أس س على 3 أس س 1 زائد 3 أس س على 3 أس س 1. طيب هتساوي ايه؟ يبقى 3 أس س في 1 زائد 1 زائد 1 بيدي 3. طيب انا عندي كده الاساس متحد اللي هو 3 و3 هنا زي بعض، الاساس متحد، يبقى انزل الاساس واجمع الاسس. هنا س وهنا اس 1، يعني معناها 3 اس س زائد 1، يبقى الناتج 3 اس س زائد 1. ده الاختيار رقم د اللي هو 3 اس س زائد 1. السؤال الثاني ألف زاويتان حدتان في مثلث قائم، الزاويه الفرق بين قياسهما 50 درجه، عايز قياس كل زاويه فيهم. طب احنا عارفين المثلث القائم بيكون مجموع الزاويتين التانيين فيه مجموعهم 90 درجه. ليه؟ لان مجموع قياسات زوايا المثلث كلها 180 درجه. لما يكون عندي زاويه 90 لوحدها يبقى اكيد الباقي الزاويتين التانيين مجموعهم 90 درجه. طب انا هفرض اول حاجه ان الزاويتين هما س وص، معناها ان الزاويتين دول حدتين يعني مجموعهم 90 درجه، يعني س زائد ص بيساوي 90. تمام. وتاني حاجه قال لي الفرق بين قياسهما 50 درجه، يعني الفرق يبقى س ناقص ص، يبقى الطرح ما بينهم بيساوي 50. فعندي كده معادلتين اقدر احلهم. هلاحظ هنا الصاد هنا بالموجب وهنا بالسالب، يبقى هقول على طول بالجمع. لما اجي اجمع هلاقي موجب صاد راحت مع سالب صاد، اجمع واحد وواحد يبقى 2 س بتساوي 50 و90 140. هقسم الطرفين على 2 عشان اتخلص من الاثنين اللي جنب السين، يبقى 2 س على 2 فيها السين، 140 على الاثنين فيها ال70، يبقى طلعت اول زاويه ب 70 درجه. طيب اعوض في اي معادله عشان اجيب الزاويه الثانيه، يبقى س زائد ص بتساوي 90 المعادله الاولى، اشيل السين واحط قيمتها 70، 70 زائد ص بتساوي 90، الصاد تفضل زي ما هي بتساوي 90، وال70 تروح الناحيه الثانيه كانت بالموجب هتروح بالسالب تبقى سالب 70، 90 ناقص 70 20، يبقى الزاويتين هما ايه؟ 70 درجه و20 درجه. ب اختصر لأبسط صورة مبينة من المجال. ن س بتساوي س على س ناقص 4 ناقص س زائد 4 على س أس 2 ناقص 16. خلي بالكم أول حاجة احنا بنحلل، بس خلي بالكم لما يكون ناقص أو زائد الناحية اليمين لوحدها بحللها والناحية الشمال لوحدها بحللها واختصرها مع بعض. ما ينفعش ان انا اخد البسط بتاع المقدار الاول مع مقام المقدار الثاني، ما ينفعش غير في القسمه والضرب بس، لكن في الجمع والطرح كل ناحيه بتتعمل لوحدها خالص كانها مساله لوحدها. اول حاجه هاجي اخد الجزء اليمين ما فيهوش حاجه تتعمل، هينزل زي ما هو س على س ناقص 4 ناقص الناحيه الثانيه س زائد 4، هنا س أس 2 ناقص 16 فرق بين المربعين يعني قوسين شبه بعض بالظبط. جذر الاول هنا س وهنا س، جذر الثاني 4 و4، واحد موجب واحد سالب. قبل ما اختصر لازم اجيب المجال بيساوي ايه؟ بيساوي ح فرق اصفار المقام، يعني ح فرق اول حاجه عكس الاشاره هنا، يعني ح فرق 4 وهنا سالب 4 وهنا 4 كتبتها ما ينفعش ان انا اكررها تاني، يبقى المجال ح فرق مجموع 4 وسالب 4. دلوقتي ينفع اختصر، هنا مفيش حاجه تختصر من لوحدها كده جاهزه على طول. الناحيه الثانيه هلاقي س زائد 4 راحت مع س زائد 4، يبقى هيتكتب س على س ناقص 4 ناقص س زائد 4 راحت خلاص، يبقى هنا فاضل 1 على س ناقص 4. في الجمع والطرح لازم يكون المقامات زي بعض، لو مش زي بعض بوحدها، هنا زي بعض س ناقص 4 وهنا س ناقص 4، يبقى هتساوي س ناقص 4 واجمع البسط مع بعض يعني س ناقص 1، يبقى الناتج س ناقص 1 على س ناقص 4، والمجال ح فرق مجموع 4 وسالب 4. رقم 3 ألف اوجد في ح مجموعة حل المعادلة 3 س أس 2 ناقص 5 س زائد 1 بتساوي 0. مقرب الناتج للرقم 10 1، وعايز طبعا باستخدام القانون العام. طيب القانون هنا اهوت اللي هو س بتساوي سالب ب موجب او سالب الجذر التربيعي ب تربيع ناقص 4 أ ج على 2 أ. بس طبعا لازم قبل ما ابدا القانون لازم اتاكد ان هو على الصوره العامه. الصوره العامه اللي هي بتقول ايه؟ أ تربيع زائد ب تربيع أ س تربيع زائد ب س زائد ج بتساوي 0. طيب هو فعلا مترتب وعلى الصوره العامه. طب أ هنا قيمتها ايه؟ اللي هي معامل س أس 2، أ بتساوي 3، والب بتساوي ايه؟ اللي هي معامل س اللي هي سالب 5، والج اللي هي الحد المطلق اللي هو موجب 1. كده طلعت بياناتي، وعلى الصوره العامه أ س تربيع زائد ب س زائد ج بيساوي 0. تمام كده اهوت، يبقى انا امشي القانون، يبقى س بتساوي سالب ب موجب او سالب الجذر التربيعي ب تربيع ناقص 4 أ ج على 2 أ. اعوض بتساوي، ما انساش السالب بتاعه القانون، السالب بتنزل في الب غالبا دايما بيديها برقم سالب، يبقى في سالب 5 موجب او سالب الجذر التربيعي لب تربيع يعني سالب 5 أس 2 يعني 25 ناقص 4 في أ اللي هي ب3 في ج اللي هي 1 على 2 أ يعني 2 في
3. لما اجي اعوض سالب في سالب 5 يعني موجب 5، موجب او سالب الجذر التربيعي ل 25 ناقص 4 في 3 في 1 يعني ناقص 12 هتدي الجذر التربيعي ل 13 على 2 في 3 اللي هي 6. هاجي هقسم الصفحه ل 2 مره بموجب ومره بالسالب، يبقى هنا س هتساوي 5 زائد جذر 13 على 6، او الس بتساوي 5 ناقص جذر 13 على 6. لما اجي اعوض هنا بالكالكوليتر هتطلع لي 1 علامة 4 3 4 2 5، وهنا لما اعوض هتساوي علامة عشرية 2 3 2 4 0 8. طيب هو عايز هنا قرب لرقم عشري 1، يعني هنا 1 وبعدين علامة الرقم العشري 1 اللي هو 4. اشوف اللي قبليه إذا كان أقل من 5 يبقى مش بيكبر، أول 5 وأكبر يبقى بيكبر الأربعة. طب هنا اللي قبليه 3، التلاتة دي مش بتكبر، دي أصغر من 5، يبقى الأربعة هتفضل زي ما هي، يعني هيساوي تقريبا هنا 1 و4 من 10. هنا لما أجي أقربها الرقم عشري 1 أشوف الاتنين دي، أشوف قبلها كام 3، والتلاتة أصغر من 5 يبقى الاتنين هتفضل زي ما هي، يبقى 2 من 10. يبقى مجموعة الحل بتساوي المجموعة 1 و4 من 10 و2 من 10. رقم 3 ب إذا كانت ن 1 س بتساوي 2 س على 2 س زائد 8، ن 2 س بتساوي س أس 2 زائد 4 س على س أس 2 زائد 8 س زائد 16. عايز يثبت إن ن 1 بتساوي ن 2. طبعا عشان نثبت إن ن 1 تساوي ن 2 لازم تكون القيمة بعد الاختصار بيساوي بعض، ويكون المجال الأول بيساوي المجال الثاني. لازم الشرطين مع بعض يتحققوا، إن ما تحققش الشرطين مع بعض يبقى ما ينفعش هما يساووا بعض، لازم الاثنين مع بعض، ما ينفعش واحد والثاني لا. أول حاجة هنحلل، ناخد ن 1 س تساوي البسط هنا 2 س ما فيهوش حاجة تتعمل، ينزل زي ما هو. هنا 2 س وهنا 8، هلاقي ان في عامل مشترك بين الاثنين وال8 اللي هو الاثنين، هاخد 2 عامل مشترك هيفضل 2 س على 2، يعني هيفضل س زائد 8 على 2 4. قبل ما اختصر او اي حاجه لازم اجيب المجال. المجال بيساوي ايه؟ المجال بيساوي ح فرق اصفار المقام. اصفار المقام اللي عندي الس هنا دي هنا عكس الاشاره يبقى سالب 4، يبقى ح فرق سالب 4. دلوقتي اقدر اختصر على الاثنين، هتروح مع الاثنين يبقى هيفضل ان س على س زائد 4. كده خلصت ن 1 س. اجي ن 2 س تساوي س أس 2 زائد 4 س على س أس 2 زائد 8 س زائد 16. أول حاجة هشوف في عامل مشترك في البسط، في س أس 2 وهنا س، باخد العامل المشترك س بأقل أس اللي هي س، يفضل س زائد 4. وهنا هاجي ألاقي قوسين بيتحللوا، يا إما مربع كامل قوس كل أس 2، أو أحلله عادي هنا س وهنا س، وهنا هو 16 يعني عددين حاصل ضربهم 16، يا إما 16 في 1 يا إما 4 في 4. بس هنا مجموع عشان جنبيها زائد، مجموعهم العدد الأوسط اللي هو 8 يعني 4 في 4، لو لقيت 4 في 4 بيدي 16 ومجموعهم فعلا 8 اللي هو العدد الاوسط. طب الاشاره ايه؟ هي هنا موجبه والاوسط موجبه، يبقى هنا موجب وهنا موجب. او ده عشان مربع كامل ممكن اقول بيساوي الجذر التربيعي للاول يعني س، الجذر التربيعي للثاني اللي هو 16 لحد المطلق يبقى 4، وهنا اهوت الاشاره عشان موجب اللي هي اشاره الاوسط بتنزل يبقى س زائد 4 كل اس 2، يا اما كده يا اما كده. بفضل كده عشان لما تيجي تختصروا بيروحوا مع بعض. قبل ما اختصر بجيب المجال. المجال بتاع ن 2 بيساوي ايه؟ ح فرق اصفار المقام. اصفار المقام هنا ايه؟ موجب 4 يبقى عكسها تبقى سالب 4. هنا طبعا سالب 4 ما تتكتبش غير مره واحده عشان لا يكرر العناصر في المجموعه. دلوقتي اقدر اختصر س زائد 4 تروح مع س زائد 4، يبقى هيفضل س على س زائد 4. طب هقول له بما ان المجال ن 1 س يساوي مجال ن 2 س بتساوي ح فرق المجموعه سالب 4، ون 1 س بتساوي ن 2 س بتساوي الناتج اللي طلع س على س زائد 4، اذا ن 1 يساوي ن 2 وهو المطلوب اثباته. رقم 4 أ إذا كان أ وب حدثين متنافيين من تجربة عشوائية ما، ولام أ بتساوي تلت ولام أ اتحاد ب 7 على 12، عايز لام ب المكملة. طب هما حدثين متنافيين يعني مفيش ما بينهم تقاطع، شكلهم بالمنظر ده. هو عايز لام ب المكملة. طب ايه القانون بتاع لام ب المكملة؟ بيساوي 1 يعني كله ناقص لام ب اللي هي الأصلية. يبقى لام ب المكملة بيساوي 1 ناقص لام ب. تمام. طب أنا ما عنديش لام ب، ما عنديش غير لام أ ولام أ اتحاد ب، بس في قانون بيقول لي إن لام أ اتحاد ب بيساوي ايه؟ بيساوي لام أ زائد لام ب. بس كده. ليه؟ لان هم حدثين متنافيين، لو مش متنافيين كنت هقول فرق التقاطع ما بينهم، لكن هم متنافيين يبقى لام أ اتحاد ب لام أ زائد لام ب وبس. لام أ اتحاد ب بكام قيمتها؟ ب 7 على 12 بتساوي لام أ قيمتها بتلت زائد لام ب اللي انا عايزاها. طيب انا كده هخلي لام ب اللي انا عايزاها زي ما هي بتساوي 7 على 12 تفضل زي ما هي، والتلت تروح لها الناحيه الثانيه يعني ناقص تلت. يعني كده لام ب بتساوي ايه؟ في الكالكوليتر 7 على 12 ناقص تلت هيساوي ربع، يبقى كده جبت لام ب. اقدر كده اعوض بقى في القانون اللي هو لام ب المكملة بيساوي 1 ناقص لام ب يعني 1 ناقص ربع، يبقى 1 ناقص ربع اللي هو 3 على 4، يبقى لام ب المكملة ب 3 على 4. رقم 4 ب اختصر لأبسط صورة مبينة للمجال. ن س بتساوي س أس 3 ناقص 1 على س أس 2 ناقص 2 س زائد 1 في 2 س ناقص 2 على س أس 2 زائد س زائد 1. اتفقنا لما يكون في فرق بين مكعبين او مجموع مكعبين ابدا بيها، لان في قوس كبير ده مش هعرف ان هو لا يحلل، والاقي قصاده في البسط او في المقام الناحيه الثانيه في برضو نفس مقدار القوس الكبير ده بيروحوا مع بعض.
يبقى اول حاجه احلل الفرق بين المكعبين هنا س اس 3 ناقص 1 تتحلل لقوس صغير وقوس كبير. القوس الصغير الجذر التكعيبي الاول يعني س ناقص الاشاره بتنزل زي ما هي، الجذر التكعيبي الثاني اللي هو 1. بعد كده القوس الكبير بقى يبقى مربع الاول يعني س اس 2 زائد مربع الثاني اللي هو 1. الاول في الثاني مع تغيير الاشاره يعني 1 في س، يعني س مع تغيير الاشاره هي كانت سالب هتبقى هنا موجب. وكمان عشان تتاكدوا شوفوا الناحيه الثانيه هتلاقوها هي موجوده عشان لو اتلخبطتوا في اي اشاره او كده تراجعوا. بعد كده س اس 2 ناقص 2 س زائد 1 ده مقدار ثلاثي بسيط يحلل لقوسين. هنا الجذر التربيعي هنا س وهنا س، هنا 1 يعني معناها عددين حصل ضربهم 1 مفيش غير 1 في 1. طب هنا جمع ولا طرح؟ هنا في زائد يعني معناها مجموعهم بيساوي العدد الاوسط، يعني مجموع 1 زائد 1 بيدي 2 فعلا هو ده العدد الاوسط. طب الاشاره ايه؟ الاشارتين زي بعض عشان هنا موجب باشاره الحد الاوسط، الحد الاوسط اشارته سالب يبقى هنا سالب وهنا سالب. في 2 س ناقص 2 هنا في عامل مشترك الاثنين هيفضل س ناقص 2 على 2 يعني فيها الواحد. والقوس ده طبعا بينزل زي ما هو س اس 2 زائد س زائد 1 ده بينزل مقدار زي ما هو لان هو المقدار نفسه بتاع القوس الكبير للفرق بين المكعبين ده لا يحلل. طبعا قبل ما اختصر قبل اي حاجه بجيب المجال بقى بيساوي ايه؟ بيساوي ح فرق اصفار المقام، ح فرق مجموعه اصفار المقام. اول صفر مقام هنا 1 وهنا 1 مش هكتبه تاني لان لا اقرر العناصر هنا طبعا ملهوش اصفار مقام. اختصر بقى يبقى س ناقص 1 راحت مع س ناقص 1 وهنا س ناقص 1 هتروح مع س ناقص 1 والقوس الكبير ده هيروح مع اللي زيه هنا يبقى فاضل عندي المقدار بس هو 2. يبقى الاختصار اللي طلع رقم 2. رقم 5 ألف أوجد في ح مجموعة حل المعادلتين ص ناقص س بتساوي 2 وس أس 2 زائد س ص ناقص 4 بتساوي 0. أول معادلة ص ناقص س اللي هي من الدرجة الأولى بجيب كده واحدة بدلالة واحدة، يعني هخلي ص بتساوي 2 زي ما هي والس تروح الناحية الثانية كانت سالب هتبقى موجب س، يبقى ص بتساوي 2 زائد س. آخد قيمة ص دي وأعوض عنها في المعادلة التربيعية. س أس 2 تنزل زي ما هي زائد س تنزل زي ما هي، الصاد تتكتب أشيلها وأحط قيمتها اللي هي 2 زائد س ناقص 4 ده بيساوي 0. بعد كده س أس 2 زائد الس اوزعها على قوس يبقى س في 2 يعني 2 س، بعدين زائد س في س يعني س أس 2 ناقص 4 بيساوي 0. بعد كده اجمع س أس 2 مع س أس 2 هنا 1 س أس 2 1 س أس 2 يبقى 2 س أس 2 زائد 2 س ناقص 4 بيساوي 0. هلاقي من بينهم عامل مشترك الاثنين، هاخده عامل مشترك 2 هيفضل س أس 2 زائد س ناقص 4 على 2 فيها الاثنين ده بيساوي 0. بعد كده هقسم على الاثنين عشان اتخلص منها يبقى على الاثنين راحت على الاثنين وهنا طبعا على الاثنين طبعا 0 على 2 بيدي 0 هيبقى س أس 2 زائد س ناقص 2. يبقى انا عندي كده مقدار ثلاثي بسيط احلله قوسين ده بيساوي 0. هنا س وهنا س عددين حاصل ضربهم 2 يعني 2 في 1 هنا جنبيها سالب يعني الفرق ما بينهم العدد الاوسط اللي هو 1 يعني 2 ناقص 1 بواحد تمام. واشاره هنا واحده موجب واحده سالب، الاشاره الكبير اشاره الحد الاوسط يبقى الاثنين هي الكبيره اشارتها موجب وهنا سالب يبقى كده س زائد 2 بتساوي 0 يا اما س ناقص 1 بتساوي 0. يبقى هنا س بتساوي سالب 2 وهنا س بتساوي موجب 1. اعوض بقى ص بتساوي 2 زائد س يبقى ص بتساوي 2 زائد س يعني 2 ناقص 2 يبقى بتساوي 0. وهنا ص بتساوي اعوض في 2 زائد س يعني 2 زائد 1 تساوي 3. يبقى هنا الزوج المرتب اللي هيطلع الاحداثي السيني الاول سالب 2 و0 وهنا الاحداثي السيني الاول اللي هو 1 و3. يبقى مجموعه الحل عندي 2 زوج مرتب، يبقى الزوج المرتب الاولاني سالب 2 و0 والزوج المرتب الثاني 1 و3. يبقى مجموعه الحل الزوج المرتب سالب 2 و0 و1 و3. رقم ب اذا كان ن س بتساوي س أس 2 ناقص 2 س على س ناقص 2 في س أس 2 زائد 2. عايز في ابسط صوره ن أس سالب 1 س يعني المعكوس الضربي لن س وعايز المجال بتاع المعكوس الضربي. طيب اول حاجه بنحلل اجيب ن س واكتبها بتساوي س أس 2 ناقص 2 س على س ناقص 2 س أس 2 زائد 2. اول حاجه البسط في عامل مشترك اللي هو س، بعدين افتح قوس س أس 2 على س يفضل س ناقص 2 س على س يفضل 2. بعد كده المقام س ناقص 2 هينزل زي ما هو وبعدين هنا س أس 2 زائد 2. هو شكل الفرق بين المربعين لكن هنا دي زائد يعني دي معناها مجموع مربعين، مجموع المربعين لا يحلل وكمان ملهوش اصفار مقام زيه زي القوس الكبير بتاع فرق بين مكعبين او مجموع مكعبين. يبقى انا عندي القوس الكبير بتاع فرق مكعبين او مجموع مكعبين القوس الكبير بتاعهم لا يحلل وملهوش اصفار، واللي زيه مجموع مربعين برضو لا يحلل وملهوش اصفار مقام يتكتب زي ما هو يبقى س أس 2 زائد 2. قبل ما اختصر قبل اجيب اي حاجه بجيب المجال، بس هنا المجال بتاع المعكوس الضربي لن أس سالب 1 س. طالما معكوس ضربي يبقى بجيب ح فرق اصفار البسط والمقام. طيب هنا اصفار المقام هي ايه؟ هنا 2 ودوت ملهوش اصفار مقام مجموع مربعين اطلع للبسط 0 س بتساوي 0 يبقى 0 وس ناقص 2 يعني يبقى بتساوي 2 والاثنين مكتوبه يبقى ما تتكتبش تاني لان لا يكرر العناصر. يبقى المجال بتاع المعكوس الضربي ح فرق المجموعه 2 و0. طب هو عايز ن سالب 1 س المعكوس الضربي نفسه، اختصر دلوقتي س ناقص 2 راحت مع س ناقص 2 يبقى ن س دي بتساوي ايه؟ بتساوي اللي فاضل فوق س
على س أس 2 زائد 2. بس هو مش عايز نون س، هو عايز المعكوس الضربي بتاعها نون أس سالب 1 س. هعمل ايه؟ ابدل البسط مقام والمقام بسط، يبقى س أس 2 زائد 2 كانت في المقام تطلع في البسط، والس كانت في البسط تنزل في المقام. يبقى المعكوس الضربي نون س هو س أس 2 زائد 2 على س، والمجال بتاعها ح فرق مجموعة 2 و0. المطلوب الثاني اذا كان نون أس سالب 1 س المعكوس الضربي لس بيساوي 3، عايز قيمة س. طيب احنا جبنا المطلوب الاول المعكوس الضربي للسين اللي هو بيطلع الناتج س أس 2 زائد 2 على س. هو عاطيني ان المعكوس الضربي اذا كان قيمته ب3، هاجي تحت نون أس سالب 1 س اكتب قيمته ب3 بيساوي الناتج اللي طلع لي اللي هو س أس 2 زائد 2 على س. هنا هقول حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين. طب هنا مفيش مقام، المقام هخليه هنا 3 على 1. او الحاصل ضرب الوسطين بيساوي حاصل ضرب الطرفين، يعني 3 في س يبقى 3 س بيساوي 1 في س أس 2 زائد 2، يعني س أس 2 زائد 2. هخلي س أس 2 زائد 2 زي ما هي، واخلي 3 س هتروح لها الناحيه الثانيه كانت بالموجب هتروح بالسالب 3 س، ده هخليه بيساوي 0. ارتبها يبقى س أس 2 ناقص 3 س زائد 2 بيساوي 0. هلاقي مقدار ثلاثي بسيط المفروض ان هو يحلل. يبقى انا عندي قوسين، هنا س أس 2 وهنا س أس 2، يبقى هنا س وهنا س. عايزه عددين حاصل ضربهم 2، يبقى 2 في 1، وهنا عشان في زائد يبقى مجموعهم العدد الاوسط 3، وفعلا 2 زائد 1 3. طيب هنا الاشارتين زي بعض باشاره العدد الاوسط، يبقى هنا سالب وهنا سالب، يبقى معناها س ناقص 2 بتساوي 0، وهنا س ناقص 1 بتساوي 0. يبقى هنا س بتساوي سالب 2 تروح الناحيه الثانيه بقت موجب 2، وهنا س بتساوي سالب 1 تروح الناحيه الثانيه بقت موجب 1، يعني س بتساوي 2 وس بتساوي 1. يعني انا كده كأن عندي قيمتين لس. لا خلي بالك انا برجع للمجال، المجال بتاع المعكوس الضربي كان طلع ايه؟ ح، يعني كل الاعداد الحقيقيه ما عدا الاثنين والصفر. الفرق دي يعني ما عدا الاثنين والصفر، الاثنين دي موجوده، يبقى هقول الس دي قيمته مرفوض. ليه؟ لانه لا ينتمي للمجال، لا ينتمي للمجال، مش موجود، لا ينتمي للمجال. طب هنا س بتساوي 1 هي دي القيمه بتاعه الس، لان هنا هوت الح موجوده لكن فرق الاثنين والصفر بس. طالما اي عدد حقيقي ما عدا الاثنين والصفر يبقى قيمته تحقق النون أس سالب 1 س هنا في الحالة دي. أتمنى تكونوا فهمتوها. اختر إذا كان منحنى الدالة دالة س بتساوي س أس 2 ناقص 8 س زائد 16 بيمر بنقطتين 4 و0 و0 و16. عايز مجموعة حل المعادلة 8 س ناقص 16 ناقص س أس 2 بتساوي 0 في ح هي إيه؟ طيب لو تاخدوا بالكم مجموعة حل المعادلة ديت هي المنحنى بتاع الدالة. لو بصيت هنا هو 8 س ناقص 16 ناقص س أس 2، لو انا جيت رتبتها المفروض تبقى سالب س أس 2 الاول موجب 8 س ناقص 16، بس ما ينفعش س أس 2 تكون بالسالب، فانا هضرب في السالب عشان اغير الاشارات. لو ضربت في السالب هنا هتبقى موجب س أس 2، وهي فعلا هنا موجب س أس 2، وسالب 8 س سالب 8 س وموجب 16 موجب 16. مش هنتاثر بيها قوي. نيجي من نقطتين، اول نقطه 4 و0، 4 و0 يعني اجي على المنحنى هنا على السينات 4 والصفر، يعني مش بتحرك لا بطلع ولا بنزل. والنقطه الثانيه 0 و16 هو المنحنى بيمر بالنقطتين دول 0 واطلع لغايه 16، يعني النقطه هي دي، يبقى النقطه عندي دي والنقطه دي. لما اجي هرسم المنحنى يعني بيمر بالنقطه دي ودي. طيب يبقى هنا هوت انا دايما هعرف مجموعه الحل على الرسم بتساوي نقطه تقاطع المنحنى مع محور السينات. لو هو اتقاطع هنا مع النقطه ايه؟ هي النقطه 4 بس، هو جايب هنا 16 عشان يلخبطه، ولكن انا ماليش دعوه، انا لازم محور السينات بس. يبقى هنا هوت مجموعه الحل هي المجموعه اللي قطع فيها المحور المنحنى محور السينات بس، هي النقطه 4. يبقى هنا مجموعه الحل هي المجموعه 4. رقم ب، إذا كان أ وب حدثين من فضاء عينة لتجربة عشوائية ما، ولام أ بيساوي 7/10 ولام أ تقاطع ب 3/10، عايز لام أ فرق ب. طيب أنا عندي القانون لام أ فرق ب بتساوي لام الأولانية اللي هي لام أ فرق التقاطع، يعني فرق لام أ تقاطع ب. طب لو عايز لام ب كنت هقول الأولانية، هقول لام أ، لو لام ب فرق أ كان هيبقى لام ب فرق التقاطع لام أ تقاطع ب. لكن هنا هو عايز لام أ فرق ب، يبقى الأولانية هنا أ، يبقى لام أ فرق التقاطع لام أ تقاطع ب. وهنا طبعا طالما في تقاطع يبقى دول حدثين غير متنافيين. طب لام أ بكام؟ 7/10 ناقص لام أ تقاطع ب اللي هي 3/10، يبقى التقاطع الفرق هنا اهوت هيساوي 7/10 بس 3/10 هيساوي 4/10 مباشرة. وبكده نكون انتهينا من حل المحافظة. أتمنى تكونوا استفدتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.